وصلنا الاسانسير اللي هنصور فيه. هنتخيل مع بعض سيناريو دلوقتي ان حد صاحبك جاي يزورك مثلا، وطالع في الاسانسير ورن عليك قالك انا اتحبست مثلا زي كده. الاسانسير واقف اهو، تمام، طبعا الباب مش هيفتح. في الحالة دي تتصرف ازاي؟ بص، في الحقيقة عندك حلين. الاول انك تكلم شركة الاسانسير وهي تبعت لك فني هيخرج لك الشخص المحبوس ويحل لك المشكلة اللي هي العطل. تمام، الفن هيجي يعمل ايه؟ عشان مثلا لو في ظرف او في اي حاجة ومحتاج تخرج الشخص اللي جاي لك ده في اسرع وقت، تابع معايا وهقول لك الفن هيعمل ايه بالظبط. طيب في الحالة دي الفن بيعمل ايه؟ الفن بيجي بيبقى معاه طبعا مفتاح الطوارئ ده، تمام، بيفتح كده تمام، ويخرج الشخص المحبوس من جوه. تمام، انت مش معاك مفتاح الطوارئ ده. مفتاح الطوارئ ده ممكن تخلي الشركة تجيبهولك، تكلم حد من الشركة ويجيبهولك، او ممكن تشتريه من على امازون، موجود على امازون. تمام، طب انت برضو مش معاك مفتاح طوارئ، تعمل ايه؟ تمام، تابع معايا برضو وهقول لك على طريقة تانية. الحالة دي المسافة هنا مش كفاية ان شخص يخرج منها، او هيبقى صعب. ونفس الكلام تحت، لو فتحت من تحت او فتحت من فوق هيبقى صعب ان حد يخرج. فبرضو بنعمل ايه؟ بنضطر ان احنا نطلع عند المكنة فوق، بحيث ان احنا نفك الفرامل ونحرك الاسانسير فوق شوية او تحت شوية، بحيث ان اللي جوه الاسانسير يقدر يخرج. وصلنا دلوقتي عند اوضه المكنه. اهم حاجه ان انت ما تخافش، الموضوع بسيط وان شاء الله هنشرح لكم كل حاجه في الاوضه هنا، من اول الكنترول لحد المكنه، البير تحت، الاسانسير. طيب اول حاجه واهم حاجه ان انت تفصل الكهرباء، سواء من هنا المفاتيح دي، او لو في سكينه خارجيه. في الاسانسير هنا مفيش سكينه خارجيه. تمام، بعد كده ايه؟ بعد كده لازم تحدد انت عايز تنزل او عايز تطلع. يعني مثلا لو الاسانسير في الدور الارضي ما ينفعش تنزل، ولو في الاخير ما ينفعش تطلع. لو مثلا حالة زي اللي احنا كنا عليها دلوقتي، الاسانسير واقف في النص في الدور الرابع، لازم تحدد انت هتنزل ولا هتطلع. طيب احدد ازاي؟ على حسب سهولة الطارة دي. الطارة دي فيها جنب مثلا النزول سهل والطلوع صعب، على حسب الوزن وعلى حسب الطول. طيب اعرف منين ان انا بنزل؟ هنا الكابينة اهي. عرفت منين ان الجنب اللي بيبقى فيه الطارة دي بيبقى غالبا التقل؟ طيب عرفنا كده ان لو الطارة دي لفت كده طلوع، لفت كده نزول. ازاي بتتواصل مع اللي جوه الاسانسير، او تعرف ازاي ان انا وصلت كده تمام؟ لو في شبكة جوه الاسانسير بترن عليه وتتواصل معاه، بيبقى حد متابع معاك مثلا من تحت. يعني انت بتبقى هنا تمام وبتنفذ اللي انا هقول لك عليه، وبيبقى في حد تحت تمام انت بتكلمه برضه. طيب لو مفيش حد معاك، في الحالة ديت بتكلم اللي محبوس جوه الاسانسير بالفتحة دي بالظبط. بتتكلم من هنا كده وتعلي صوتك شوية وهو هيسمعك. مثلا انت بتنزل تقول له تمام، قال لك مثلا كمان شوية، تقوم منزل كمان شوية قيمة 10 سنتي، تمام، كمان شوية لحد ما يقول لك هو تمام. اول ما الاسانسير يوصل قدام الباب بيفتح لوحده اوتوماتيك. طيب ازاي اصلا تحرك الاسانسير؟ بص، في طريقة يدوي وفي طريقة اوتوماتيك. الاوتوماتيك عن طريق الكنترول من هنا، تمام، بتحركه مرشات، تمام، دي هشرحها لك بس في سلاسل جاية ان شاء الله، مش وقتها دلوقتي اشرح لك الطريقة اليدوي. تمام، دي اول حاجة، دي الفرامل، تمام. تاني حاجة دي الطارة اللي هتلفها، تمام، عشان الاسانسير كله يتحرك. تمام، الفرامل دي بتتفتح ازاي؟ بص، هو اجهزة الفرامل كتير، بس الفرامل دي لو عندك فرامل زي دي بتتفتح عن طريق ان انت تشد اليد دي، الناحية دي ناحية المبينة، تشدها كده
كده فتحت اهي، بص فتحتها كده، الفرامل فتحت. تاني خطوة ان انت تلف زي ما قلنا، انت بتحدد الاول انت عايز تطلع ولا تنزل. فرضا ان احنا محددين ان احنا ننزل او نطلع، اي وضع عادي. طيب دلوقتي احنا فتحنا الفرامل، في جنب خفيف اهو بيتحرك لوحده وجنب تقيل اهو محتاج ان انت اللي تحركه. طيب الجنب الخفيف ده دي كده طلوع، ليه؟ لان الطارة بتلف كده، تمام. الجنب التقيل ده نزول، انت مثلا هتطلعه كده شوية، تمام، شوية كمان، تمام، تسيب فرامل وقف. بعد كده انت مثلا سواء بتكلمه او متابع معاه من البير من هنا، هتقول له طلع كمان، قال لك كمان شوية، تمام، كمل طلوع كمان شوية وتوقف، تابع معاه تاني، كمان قال لك كمان كذلك. بس ده الموضوع بكل بساطة، لحد طبعا ما الكابينة توصل قدام الباب، والباب طبعا ساعتها يفتح اوتوماتيك لوحده. تبقى انت كده خرجت الشخص المحبوس من جوه الاسانسير. في الفيديو الجاي ان شاء الله هشرح لك ازاي تتعامل انت لو انت اللي محبوس جوه الاسانسير. اهم حاجة في الموضوع كله ان انت ما تكونش خايف، وتفهم كويس الفيديو الاول بعد كده تطبق عملي.